مع عليا ما بيا تطلع ليا المنشور ديال فاطمه العوج سرقه زاد سرقه صوره من الكونت ديال واحد الطباخه مغربيه في مدينه مراكش. نتوما كتشوفوا في الكونت ديالها وكتب على داك المنشور البسطيله الجزائريه بلا حياه بلا حشمه. انا السؤال اللي كنطرح هو هاد الشعب الجزائري واش الكبرانات كيعطيوهم يشربوا شي حاجه في الماء؟ واش كيعطيوهم شي حاجه كيعجنوها مع الدقيق وياكلوها خبز؟ يعني لهاد الدرجه باش يولي الشعب مبردع ومستحمر ومستبغل وما تفكرش وما تقلبش على الحقيقه، راه شيء خطير. تسوى خاصكم تشوفوا كميه التعاليق الايجابيه تحت من هذه الصوره، وكأن الصوره بغض النظر ان البسطيله مغربيه وكأن صاحبه الصوره جزائريه، الوغ هي الصوره مسروقه من حساب ديال وحده مغربيه. لهاد الدرجه الشعب ولا ما كيفكرش. والله العظيم انا فعلا الكبرانات دايرين خدمه نقيه في استبغال الشعب. والله العظيم الشعب الجزائري مستحمر. كذبوا عليهم في قضيه القفطان، قالوا لهم تسجل، الوغ كو جبنا لهم الدليل بانه راه ما تسجلش والو نون طارت معزه تسجل. كيجيبوا لهم صور مسروقه من الطبخ، صور مسروقه من لي زاتولي ديال الزليج، صور مسروقه ديال القفاطين ديال مغربيه وتكاشط مغربيين. يعني لهذه الدرجه الشعب ولا مستبغل ومستحمر وفي غيبوبه. ولكن ان شاء الله حنا غنفيقوا من هذه الغيبوبه في ديسمبر 2025 باذن الله، ملي غادي تسجل القفطان المغربي 100%. واحد المعلومه على الحمر